اهلا بكم طلاب ثالثه ثانوي. طبعا بعد ما الجدول نزل ابتدى يبان الخوف والتوتر من اللي جاي، لان انت دلوقتي اتحطيت في الامر الواقع وامتحانك فاضل عليه اقل من 3 شهور. واكيد دلوقتي في اسئله كتير بتطاردك طول الوقت، وهو انا فاضل لي 3 شهور على الامتحانات، اعمل ايه؟ طب هل لسه في فرصه ان الم المنهج واجيب مجموع عالي ولا لا؟ الحقيقه الاجابه لسه في فرصه، بس المهم ازاي تستغل الفتره اللي قبل الامتحانات دي. فعلشان كده عملت لك الفيديو ده، هحاول بقدر الامكان اوضح لك الدنيا علشان تعمل خطه تستغل بيها الفتره الجايه وتحقق اعلى نتيجه ممكنه. فيلا بينا. السلام عليكم. من غير ما اطول عليك تعالى ندخل في الموضوع على طول. في البداية هجاوب على سؤال مهم جدا، وهو اكمل سنتر ولا اونلاين؟ في الحقيقة الإجابة دي بتختلف من شخص للتاني. يعني لو أنت السنتر بتاعك بعيد وهتضيع وقت في المواصلات، فالأولى إنك توفر الوقت دوت لمذاكرتك، لأن الأونلاين هيوفر عليك مجهود وتعب المواصلات، فتقدر إنك أنت تدخر الطاقة دي للمذاكرة. ولكن لو أنت إنسان مهمل ما بتقدرش تجبر نفسك على المذاكرة، فالأولى ليك إنك تروح سنتر، لأن في السنتر المدرس هيعمل لك امتحانات كتير وهيسألك باستمرار، فده هيخليك تذاكر غصب عنك. فأنت شوف نفسك أنت أنهي شخص من دول وحدد أنت هتكمل سنتر ولا أونلاين. ولكن أنا من وجهة نظري إن الأونلاين هو أفضل اختيار في الفترة دي بالذات. الحاجة التانية لازم تفهم ان الفترة دي ما ينفعش انك تسيبها كده تمشي زي ما تمشي، لا لازم تعمل جدول وتخطط هتمشيها ازاي. فهتجيب ورقة وقلم وتعتذر للناس كلها وتقعد لوحدك وتفكر هتمشي الفترة ديت ازاي، وانا مهمتي في الفيديو دوت اوضح لك ازاي تبني الخطة دي. اول حاجة هتجيب ورقة وتقسمها ل3 فئات. فئة تكتب فيها المواد اللي مذاكرها كويس جدا جدا او الدروس اللي مذاكرها كويس جدا، والفئة التانية هتكتب فيها الدروس اللي انت كنت مذاكرها بس نسيتها او مش مذاكرها قوي، والفئة التالتة هتكتب فيها المواد اللي انت ما ذاكرتهاش خالص، اللي هي ما فتحتهاش، بمعنى ما فتحتهاش اصلا. وبعد كده تبتدي توزع وقت مذاكرتك على ال3 فئات دول. طب تعالى اديك مثال. لو انت مثلا هتذاكر 8 ساعات، هتقسم ال8 ساعات دولت على ال3 فئات. فالحاجات اللي انت ما ذاكرتهاش خالص طول السنة دي هتتطلب منك انك تسمع الشرح وتراجعه وبعد كده تحل، فده هياخد منك وقت كتير. فممكن تدي 4 ساعات من ال8 للفئة دي تحديدا، والاربع ساعات التانيين توزعهم على الفئتين التانيين. يعني مثلا الدروس اللي انت مذاكرها نص نص تديها مثلا 2.5 ساعة، والساعة ونص التانية تخليها للدروس اللي انت مذاكرها قوي. الطريقة ديت انا بشوفها هي الافضل، لانها هتخليك متوازن في كل الدروس، لانك لو ركزت على اللي انت ما ذاكرتوش بس هتنسى اللي انت ذاكرته والدنيا تخرب منك خالص. وخد بالك ان الجدول مش هيمشي بنفس الطريقة اللي انت مخطط لها بالظبط، لازم هيحصل ظروف تبوظ لك الدنيا. علشان كده من فترة للتانية اعمل تعديلات في الجدول على حسب الظروف اللي حصلت. طيب الحاجة اللي بعد كده تبدأ تقسم المواد اللي عندك على الأسبوع كله، بحيث إنك تدي لكل مادة حقها وما تأثرش في حاجة. وفي كل يوم حاول تنوع بين مواد محتاجة حفظ أكتر ومواد محتاجة فهم أكتر، وابتدي راجع خطتك كل أسبوع واستمر عليها. الحاجة اللي بعد كده إنك لازم تبدأ تعدل نومك. يعني لو أنت من الناس اللي بيذاكروا بالليل وبيناموا بالنهار، ده مش هيكون في صالحك الفترة الجاية. لازم تتعود إنك تكون بالنهار صاحي وفايق عشان تقدر تركز في الامتحانات بتاعتك. واحسن حاجه لو تخلي موعد صحيانك على طول بعد الفجر، بحيث انك تقوم تصلي الفجر وتقرا ورد القران وتبدا تذاكر على طول. واهم نقطه لازم انك تركز عليها جدا هي الحل ده انا عايزك تتعامل معاه زي العلاج. شفت انت اللي بياخدوا علاج كل يوم، مره الصبح ومره بالليل؟ انا عايزك مع حل الامتحان بنفس الطريقه، امتحان الصبح وامتحان بالليل، امتحان في ماده وامتحان في ماده تانية. فلو اكتفيت بحل امتحانين من امتحانات السنين اللي فاتت كل يوم لحد يوم الامتحان، هتكون متدرب كويس جدا على نظام الامتحان بتاعك. يبقى تاني، حاول تخلي مذاكرتك اونلاين عشان توفر وقت ومجهود، نظم جدول كويس يناسبك وامشي عليه، ابدأ عدل نومك الفترة الجاية، حل كتير عشان تتدرب على شكل الامتحان. وفي النهاية يا صديقي، نحن خلقنا للسعي والعمل وترك نتيجة لله سبحانه وتعالى. فاحنا في ثالثه ثانوي بنعمل اللي علينا، وفي الاخر ربنا بيدينا اللي نستاهله. ما تفكرش ان الكليه سهله، يعني اللي بيعدي تنسيق كده مش هيعرف يمشي في الكليه. والثانويه مش معيار للنجاح ابدا، النجاح بيبدا اول ما تحط رجلك في المجال اللي انت هتكمل فيه. ممكن انسان بيسعى ويتعب ويطلع عينه في الثانويه وفي اخر السنه يلاقي نفسه جايب اقل من 90%، ويخش اي كليه عاديه غير طب وهندسه والكلام ده. هل معنى كده انه فاشل؟ لا بالعكس، الشخص ده لو كان دخل طب كان هيبقى طبيب فاشل، ولو كان دخل هندسة كان هيبقى مهندس فاشل. ولكن المجال اللي هو دخله ده هو ده المجال اللي هينجح فيه وهيعدي فيه ناس كتير قوي، وهيبتدي يعوض تعب الثانوية كله. يعني عوض ربنا ما بيكونش في نتيجة تالتة ثانوي، عوض ربنا بيكون فيما بعد تالتة ثانوي. هل هتنجح في مجالك ولا لا؟ انت اعمل اللي عليك علشان ربنا يعوض لك التعب ده في المجال اللي انت هتخشه. وما تقلقش من الامتحان خالص، انت مش اول مره تمتحن. امتحان الثانويه زيه زي اي امتحان انت امتحنته قبل كده، فما تخليش خوفك وتوترك ياثروا عليك. انت اشتغل على نفسك، حتى لو ما بداتش طول السنه ابدا من دلوقتي، وواحده واحده الدنيا هتتلم.
بس انت ابدأ، حتى لو مش هتخلص اللي عليك بس على الأقل هتقدر تجيب مجموع كويس. فملخص الكلام: لا تيأس ولا تخاف ولا تقلق، واعمل ما بوسعك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فتوكل على الله في أمورك وإن شاء الله تحقق حلمك وتوصل للمكان اللي انت عايزه. ودايما استعين بالله، حافظ على صلواتك، حافظ على أوراد الأذكار والقرآن، لح على ربنا دايما في الدعاء إنك توصل اللي أنت عايزه. حافظ ولو على ركعة واحدة من قيام الليل أنت تصليها وتبدأ ربنا إنه ينولك اللي أنت عايزه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.